السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معلش يا جماعة انا بتأسف اول حاجة على صوتي لان عندي دور برد، وحقيقة انا مصورة الفيديو ده من بدري بس مش عارفة انزله بسبب صوتي. انا بقى قلت انزله لكم عشان خلاص الوقت زنق ومش هقدر ان انا اجله اكتر من كده. شايفين الغريبة الناعمة الجميلة ديت؟ هنعملها النهاردة مع بعض. مقادير سهلة وجميلة وكمان بسيطة خالص، ومش هتخيلوا ان هي سهلة قوي كده. من سهولتها يا جماعة هتقوموا دلوقتي بعد ما تتفرجوا على الفيديو كلكم هتعملوها. كمان مش سهلة بس، دي مكوناتها مش هتطلع من بره المطبخ بتاعك ولا تلاجتك، يعني حاجتها كلها في البيت. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هيكون عندي هنا نص كيلو من الدقيق، ربع كيلو من السمنه، 8 كيلو من السكر. هي يا جماعه بتتقسم كده، بتتقسم نص الربع لتمن، يعني نص كيلو من الدقيق، ربع كيلو من السمنه، 8 كيلو من السكر. دي قاعدة تمشي عليها، يعني اي غريبة في الدنيا هتتعمل بالطريقة ديت. وممكن كمان احنا هنزود على معلقة على الربع كيلو من السمنة هنزود عليها معلقة كمان عشان تطلع الغريبة بتاعتنا ناعمة وجميلة. بصوا، انا اول حاجة بعد ما سميت الله وصلينا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، هننزل السمنة مع السكر في اي طبق كده ولا اي بولة، وهنبدأ بقى ان احنا نضربهم كويس بالمضرب لغاية لما يعملوا خليط كريمي زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو. وبعدين هنروح جايبين الدقيق بتاعنا اللي هو النص كيلو ونروح خالطينه بالشكل دوت او نخلينه، ونبدأ بقى ان احنا نقلب المكونات دي كلها كده كويس. الاول انا هلم كده بالمعلقة، وبعد كده طبعا هستخدم ايدي لان المعلقة مش هتنفع. على مهلك بقى في الخطوة ديت، لان دي هيبان معاكي ان هو مفتول وهو محتاج يعني سمنة تاني او مادة دهنية تاني، بس هو مش محتاج ولا اي حاجة. كل اللي محتاجه ان انت بس تبقى يعني تصبري عليه وتطولي بالك وتفضلي تبسي في الدقيق زي ما انا هوريكي كده. تفضلي تبسي فيه كويس جدا. بصوا يا جماعه انا هنا قطعت الفيديو معلش، بس ايدي كلها كانت باينه فقطعت الفيديو. بس احنا هنفضل نبس فيه كويس جدا زي الكحك لغايه لما نحصل على القوام دوت. شايفين؟ لغايه لما نلاقي ايدينا كده كلها بقت مليانه عجين، ونحصل على القوام اللي انتوا شايفينه، القوام اللي هو عامل زي الكريمي دوت. انا ما حطيتش اي حاجه تانية يا جماعه والله غير المكونات اللي انا وريتها لكم بس. ولقيت العجينه بتاعتي لمت وبقت بالشكل دوت اهيت. اول ما نكورها كده ونحس ان هي خلاص ما فيهاش اي تشققات كده، العجينه بتاعتي ناجحه ومظبوطه 100%. شايفين عامل ازاي؟ في واحده مكسوره هنا بس ديت ما شقتش خالص، لا ديت مكان ما انا بطلع الصاج فالقماشه هي اللي كسرتها كده. شايفين الغريبه بتاعتي عامله ازاي؟ جميله بسم الله ما شاء الله. التسويه بتاعتها هندخلها الفرن على درجة حرارة وسط، وهنسيبها لمدة 10 دقايق او ربع ساعة بالكثير، منطولش عن كده عشان خاطر ما تنشفش. مش عايزينها تحمر ولا تاخد لون، هي الغريبة بتكون ده اللون الطبيعي بتاعها، مش بتحمر خالص من فوق ولا من تحت. بس انا بحب كمان اديها لون كده بسيط خالص من تحت. لو انتوا حابينها زي كده تمام اوكي، مش حابينها خلاص يبقى هي بتطلع بيضة كده. بس اهم حاجة ما تكونش الفرن عالي قوي عشان بس تستوي معانا. دوت اللون اللي انا بقول لكم عليه. طبعا هي مش المفروض تاخد اللون ده خالص، بس هي المفروض تبقى باللون اللي هو الاشقر دوت، اللي هو اللي يعني مدي للذهبي شويه بس ما يكونش غامق قوي. بس انا يا جماعه بحبها الصراحه باللون دوت. شايفين عامله ازاي؟ مش مستحمله ان انا امسكها. هي بقى المفروض تطلع بالشكل ده وباللون ده تحت وفوق. شايفين؟ المفروض ما تحمرش خالص كده، وانحمرت تاخد لون يعني اشقر بسيط خالص كده. بس انا زي ما قلت لكم انا بحبها الصراحه يعني تكون محمره من تحت شويه. شايفين؟ لو عجبكم بقى الفيديو بتاع النهارده يا ريت ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، وباي باي.